موسم صيف 2025 قلت لازم ابتدي بحاجة جديدة وحصريا على اتحاد محبي الشيشة المصري. معسل الوزير الأردني معايا هنا وبس. يلا نشوف الريفيو مع بعض. اتحاد محبي الشيشة المصري على الفيسبوك، الجروب اللي كل يوم بيكبر بيكم، وقناة ويلي شيشة فليفرز. جالي من الأردن اللي هي نقدر نقول من البلاد اللي بقت كده عظيمة في النكهات وعندهم اختراعات جديدة. جالي معسل الوزير الأردني. معسل الوزير الأردني ومكتوب عليه مصري، والنكهة طبعا تفاحتين. معسل الوزير الأردني العلبة دي هي 250 جرام، يعني ربع كيلو. واضح طبعا بما ان العلبة بتاعتها هي مستوحاة من العلب المصري. والاسم الوزير، العلامة هنا بارزة، العلامة الناحية التانية عادية، تفاحة حمراء وتفاحة خضراء، ومكتوب مصري تفاحتين. طيب مبدئيا معسل الوزير ده هو حاليا موجود في الأردن، إنتاج شركة أسوار عمان لصناعة التبغ والسجائر في المنطقة التنموية في مدينة معان بالأردن. ومكتوب عليه طبعا ميد ان جوردن، والإيميل بتاعهم وكل حاجة ورقم التليفون. طيب أسوار أمان كومباني فور توباكو أند سيجاريتس مانيفاكتشرينج معان ديفلوبمنت زون، ومكتوب رقم التليفون، ومكتوبة طبعا بالعربي اللي أنا قلتها اللي هي شركة أسوار عمان لصناعة التبغ والسجائر، موجودة في الأردن في معان المنطقة التنموية. ومكتوب بقى هنا تحت حاجة حلوة قوي، اللي هو طبعا المكونات: تبغ، عسل، جليسرين، نكهة، ونيكوتين. مكتوب اللي فيه الانتاج واللي هو الوزن قد ايه، وهنا مكتوب عليه ايه اهي مصري، تفاحتين مصري. دي طبعا الطبعة اللي بتنزل في الاردن. تعالوا النهارده بقى هنعمل التجربة ونشوف ايه الاخبار. انا بس عملت يعني طولت شوية في المقدمة، مش عشان حاجة، لان ده نوع انا اول مرة اشوفه، والناس هنا برضو معايا اكيد اول مره تشوفوا. الناس بتوع الاردن يفيدوني لو انا بقول حاجه مش مظبوطه. وطبعا مكتوب عليه فور ادلتس اونلي، للبالغين فقط. الضريبه مدفوعه. طبعا النسخه دي اللي بتنزل الاردن، وزي ما قلت هو انتاج شركه اسوار عمان لصناعه التبغ في عمان، في اسف معان المنطقه التنمويه. تعالوا بس كده نشوف الاخبار، فتح بتاعه، تغليف، الدنيا دي كلها. تعالوا نشوف كده ايه الاخبار مع بعضينا. طيب زي ما انا قلت هي من الناحيه دي بارزه ومن الناحيه دي عاديه. نفتح ونشوف الوزير. كيس اهو، كيس واضح ان هو ايه للاغلاق مجددا، يعني في هنا الاغلاق مجددا. معسل الوزير اهو، الباكو اهو، باكو كويس جدا محترم. ينفع بعد ما هنخلص ونقفله ونرجعه في العلبة تاني، مفيش أي مشكلة، والعلبة بتقفل عادي جدا، مفيش فيها أي مشكلة إطلاقا أهو. ماشي، ده بس كده إيه في الأول. بالنسبة للريحة أنا حتى الآن مش شامم أي حاجة. واضح إن التغليف إيه في الجون، علشان هيبان دلوقتي. يلا بينا يلا بينا. الريحة قوية لأبعد الحدود، قوية لأبعد الحدود من هنا. يعني أنا وانس بس إن أنا شلت الريحة ابتدت إيه تطلع معانا أهو. كيس أهو، وتعالوا بقى كده نشوف. دي التغليفة بتاعته في الكيس الرائع ده. وواضح إن هو مش لون أحمر، هو لونه أنا فهمت أنا بقى دلوقتي ده كده معمول كده ليه. الإخوة اللي في الأردن
انا بس عايز اقول لكم حاجه. في يوم من الايام كنت جربت النخله اللي هو الحره اللي بيروح الاردن، كان مكتوب عليه ين، كان فعلا بنفس اللون ده ونفس الفورمه دي. فانا من الريحه حتى الان ده اقرب حاجه للنخله ممكن يكون موجود في الاردن. انا من الريحه هناخد الحته الصغيره دي كده ونقعد كده نفتت، تمام، ونشوف كده ايه الاخبار بتاعتها. كده تفتيت بسيط. هاخد كمان حته صغيره، بس انا عاجبني جدا حتى الان التغليفه والريحه. اتمنى ان الطعم كمان يعجبني كده. يبقى احنا كده ايه، بس برافو ان هم عاملين اللون المعسل بالمنظر ده. يعني ده كده يكون، انا حتى الان من الريحه فعلا يكون ده كده، واللون اقرب حاجه فعلا للنخله اللي بيروح الاردن. انا ده بالنسبه لي لسه هيبان معايا ان شاء الله لما نشوف الريحه ايه اخبارها. انا اللي عاجبني بقى اللي هو مش جليسرين فيه، مش اللي هو بقى يغرق الدنيا وكده. يعني انا كنت عامل حسابي على مناديل وهنغرق والكلام ده، لا، واضح ان هو ايه، المعسل متشرب. هنستخدم بقى ايه، فويل، ورق القصدير بتاعنا، كوكونارا اللي هو المثقب الجاهز، كوكونارا مثقب جاهز، علشان ايه، نشوف التجربه كده ايه الاخبار ونظبط الدنيا كده كده كده. يبقى احنا كده عملنا دنيتنا تمام جدا. نجيب بقى الفحم نحط نشوف ايه الاخبار. وكالمعتاد ما بغيرش، فحم بلدي كالمعتاد، فحم برتقان بلدي. ده ما يغيرش معايا طعم ولا يحرق الحجر بسرعه، خصوصا على ورقه الفويل الكوكونارا دي. الدنيا حلوه قوي جدا، ممتازه يعني. ماشي، نشوف بقى كده ان الريحه ابتدت تظبط كده معايا وتطلع. بس انا اللي يهمني طعم، اعرف اكون عامل ازاي. انا اسف طبعا ان انا مطول في الحلقه دي، بس براند جديد يعني فخلونا نشوف عامل ازاي. يعني انا بحب دايما كده اشوف الحاجات الابداعات الاردنيه ايه اخبارها. نشوف بقى كده ايه الاخبار. فحم مولع، حركه كده بقى، سخن الحجر احسن. نشوف بقى كده معسل الوزير عامل ازاي معانا. انا لسه بس كده شويه. الدخان ابتدى اهو يقول معانا. لا، هو اللي اقدر اقوله ان بالنسبه للاخوه اللي في الاردن، هو ده بالنسبه لي انا من بعد ما جربت النخله اللي بيروح الاردن، هو تيبيكال. هو يعني بالنسبه للنسخه اللي بتروح الاردن تقريبا نفس اللون، نفس كل حاجه، حتى الطعم.
نشوف الطعم بقى كده مع بعض. طعم التفاحتين واضح جميل. اللي عاجبني اللي هو زيرو شحطة. دخان حلوة، الطعم ثابت جميل، سوفت، مش هارد بقى يعمل كحة وشحطة في سقف الحلق والكلام ده، لا تمام جدا بصراحة، برافو. هو لو هنقارنه كتفاحتين بالنخلة الأردني أنا شايف إن هو تيبيكال. ده كان الريفيو بتاعي النهاردة على معسل الوزير اللي إنتاج شركة أسوار صناعة التبغ والسجائر في معين، المنطقة التنموية في الأردن. أشوفكم في ريفيوهات جاية. كان معكم أحمد مدحت، خبير في تذوق المعسل وليس في صناعة المعسل، على ويلة شيشة فليفرز وعلى اتحاد محبي الشيشة المصري على الفيسبوك. مع السلامة.